عادل لك ايه انت اسمك ايه؟ عارف هيهات نرضي اهاليكوا ازاي؟ حسبي الله ونعم الوكيل يا هيهات. انت مالك؟ حسبي الله ونعم الوكيل. هيهات هروحك مبلوله هيهات النهارده. وحشتوني. ما بحبش اتكلم مع رجاله. ايه وانت كمان بخرسي دي احلى. ازيك عامله ايه؟ اللي جنبك ده جوزك؟ سنجل؟ ماشي. وحشتك قوي ولا عادي؟ كتير. اسمك ايه؟ آلاء؟ مسلمة؟ كان في واحدة هنا انا وحشتها. واحد مسيحي. ليه انت من نابلس؟ اوحش رجاله ليه؟ انا مش فاهم. انا اللي منكم حضر قبل كده عارف ان الركن ده بس ما بنقولش كده. عيب عيب. في حد حضر قبل كده قاعد هنا؟ في حضرته قبل كده وعارفين الركن ده بتاع ايه وحجزته هنا تاني؟ ما شاء الله. انا بالصدفه للي منكم ما يعرفش، انا دايما بالصدفه جه حفلتين ورا بعض التلت ده كله ما حدش فيهم فاهمني، انا مش فاهمهم، هم مش سامعيني، انا مش سامعهم، فبقى ده ركن المعاقين في كل حفله. على راسي والله العظيم. يعني لا ولا ما تنورهاش، لا تصور زي ما هي عايزه. مرات اخوك يلا تعمل لها بالليزر. بس بلاش فيديو. اوكي سوا. طيب اللي منكم حضر لي قبل كده عارف ان دايما لازم في اول الحفله اسمع تحيه كبيره لبلدي ام الدنيا مصر. نسمع لها تحيه كبيره. شكرا 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 شكرا. وتحيه بقى اعلى منها بكتير لبلد النشامه اللي دايما ببقى مبسوط ان انا فيها. ايوه 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 والله ايوه. جاهزين نبدا الحفله؟ جاهزين؟ يلا بسم الله بسم الله. استر يا رب. كنت مصاحب واحده طلعت مصاحبه 5 ايه وولا واحد بيعرف حاجه عن التاني. ده كلام عظيم. فين؟ ايوه انت حبيبي حبيبي ما شاء الله. شفت الرهوان والله. لا يا جماعه نسمع تحيه والله العظيم للتيم الشباب اللي مساعدنا والله العظيم. لا انت قمر والله. انت عسل. وراك حاجه بالليل؟ والله انت جميل. لا اعزمك على حاجه والله ودي نيتها. ازيك عامل ايه؟ بداية مبشرة صح؟ بدايه نكسه. يعني بدايه مبشره خالص. انت استر يا رب. خير يا فندم. والله كنت مصاحب واحدة كانت مصاحبة 5 غيري ولا واحد بيعرفوها عن الثاني. انت ليه بتعيط؟ انت مش الحمد لله سبتها ولا انت لسه مع ال5؟ مواقع يمينة. ايه؟ مواقع. ما انت ايه ده روق. صلي على النبي صلي على النبي. والله تاخد علاء خلاص ما تزعلش. ما تزعلش والله خلاص خدها. ايه ده؟ صلي على النبي. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام يا اخوي. بس انت بتفتكر؟ ايه ده؟ مسيحي يا حبيبي. طب ما تحمد ربنا انك عرفت ال5 قبل الجواز. انت لو كنت فاهم، لو كنت عرفت بعد الجواز كان زمانك قاعد مع ال5 بتلعب شده. كانت 2 سنين.
طب ايه ده؟ سنتين وهي ماشيه مع 5؟ لا كان ده انت مغفل، انا بقول لك عيط. لا مو احكي لك اصل يا انت مغفل يا هي مجرمه. هي مجرمه. ايوه انا. ما شاء الله 5 ما ولا واحد بيعرف عن الثاني. كل يوم كنا نحكي تليفون، كل يوم كنا نطلع. انت والخمسه ولا انت وهي؟ لا انا وهي. انت وهي تمام. كل يوم بتطلعوا. وكيف عندها وقت للباقي انا مش عارف. تايم مانجمنت. هي اللقطه كلها. طيب اكتشفت ازاي بقى معلم؟ انت اسمك ايه؟ احكي لك. تركنا. اسمك ايه او مش سامعني؟ جاك. انت اسمك ايه؟ انت اسمك ايه؟ جاك جاك. جاك. اوكي جاك. انت مسيحي قوي يلا. باسم الصليب عليك. كمل. الله يخليك. اتفضل عادي. تركنا. ايوه عرفت ازاي؟ اكتشفت ازاي؟ ما هو احكي لك. احنا بعد ما تركنا لقيت واحد بيبعت لي، انا عندي اكونتين على الانستغرام، واحد برايفت وواحد بابليك. لقيت واحد بيبعت لي على البرايفت بحكي لي رد علي، فانا ما بفتحه الاكونت البرايفت اصلا، فما رديتش عليه. رايح باعت لوحده من صحباتي اللي هي البست فريند تبعي، بحكي لها خلي صاحبك يرد علي، فالله يستر. رحت رديت عليه بحكي جاك انت عارف ان الحفله ساعه ها؟ بحكي لي انت لسه تحكي يعني فاهم يعني. فبحكي لي انت مصاحب صاحبتي الا اهدي جاك هيطرشق. اهدي الولد سنجل مش حمل ضحكه زي دي. اهدي اتفضل. فرديت عليه بحكي لي انت واحد حيوان مصاحب صاحبتي. طب انت مين صاحبتك؟ اتفاجئت انت في اللحظه دي وقاعد يتهاوش معاي ويسب علي. عليك انت؟ مش عليها. لا. وانت ما قلتلوش ان بعدين راح عمل لي جروب، حطني انا والخمس شباب مع بعض وبلشنا نسب عليها. ومين كسب في الاخر؟ ولا واحد. هجرت البنت ده والبنت هجرت اساسا. راحت بجد والله. ما فكرتش تبعت لها مسج؟ لا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا اسلمت دلوقتي. اعترفت الاسلام حالا. طيب ودلوقتي انت سنجل؟ الحمد لله. طب مواصفات فتاة احلامك ايه يا جاك الجديده؟ والله اذا غير ان هي تبقى عارفاك لوحدك، انا فاهم ده. الموضوع بقى يعني واحد لطيفه حبوبه ما بملهاش عد الدوران. انت ليه نبرة صوتك متبكي؟ انت ليه كلك انت ليه؟ يا اخي بتحسهم نوادر يا عم انت روق والله ربنا هيرضيك بواحده حلوه جميله هتحبها. تعرف كل ما احب واحده بتطلع مسلم يميننا. طب قول ورايا اشهد ان لا اله الا الله. باي ذا واي ضعفان. انا ضعفان؟ انت بس بتكسر. شكرا. هو انا خاسس؟ شكرا ماشي. هو جاك حبيبي اتعقد بقى مركز في الرجاله. تعرف يا مينا احكي لها تبطل تكون جعفر. ما هو مش هيستجري من كلامكم، ما تخرصوا عشان يرفع ايده. اسكتوا علشان نجيب رجله. يا جوز جعفر. اوكي ماشي. كان الله في عونك. انا بتخيله اصلا، انا حاسه رافع ايده وعمتها منزلاه، هو دلوقتي قاعد وسطيك. يلا خير. حسبي الله ونعم الوكيل في كل الظلام. فين ايات؟ حبيبتي كاتبه كده حسبي الله ونعم الوكيل في كل الظلام بكل اللغات. فين ايات؟ ايات هي بتلبس وانا مش فاهم حاجه. طب انت مرتاحه في الضحكه دي؟ ده عادي. طب تمام، ربنا يكملنا على الحفله على خير. يا ايات انا شايفك، انا مش سامعك. هاي. بتضحك معايا وهي محاسبنا عليا من دقيقه. قلت معاقين. حد سمع حاجه؟ العيب مش فيا اقسم بالله. خير يا ايوي. هاي مينا. هنبدا من الاول. هاي. انت متعاطفه مع جاك؟ بتعيطي على ايه دلوقتي؟ كتير متعاطفة مع جاد صراحة. خليكي في حالك.
بس يا وسام مسلمة آيات مش آية آيات. يا آيات معاك مينا معاك. بجد خايف تسيبيني؟ احكي لنا حسب الله ونعم الوكيل في الزلام ليه؟ يعني حبيت احكي لك بانه احنا كل النساء العالم بيحكوا نفس الكلمة عن الاسلام. والله انت جميلة، انا حبيتك. انت ست جميلة. قالت لك لا لا ما تقوليش كل النساء عشان في واحدة هنا كسفتك. قالت لك لا انا مش من كل نساء العالم. حتحكيها بعدين لسه مو هلا. طب ليه؟ طب يا استاذة ايات بس ما تعمليليش فيها بتاع التنمية بشرية الله يرضيك. عندك مشاكل مع راجل احكي لي مشاكلك ايه. ما هو طلعت عاملة جمعية خيرية من وراه. دي اللي اتقال عليها مشيت وراها لقيتها مدوراها. مش هنتكلم بقى. هو غلطان مينا. نعم هو غلطان. هو اللي غلطان. ليه؟ هيك خلص. كان المفروض يخمس معاهم. يقبل بالوضع الحالي. مش في عنده جيرل فريند؟ لا بلا هو حكى بس يمكن عنده 10 هي عندها 5. هو انا ليه حاسك بنبرة صوتك دي حاطه رجل على رجل وبتأرجلي؟ انا مش فاهم. طيب احكي لنا بس احكي لنا ايات والله انت ليه بتحاسبني؟ عشان اكيد احتكيتي براجل او ارتبطتي براجل او اتعاملتي مع راجل وخانك ظلمك لا ضربك. هذا بس هيك من قبل. يعني انا بحاول اني انا اتحسبن عليهم من غير ما يعمل اشي. حبيبتي معقده والله العظيم معقده جامد. دي متضايقه وبتضحك. ايات نعم. طب هو عمل ايه؟ ايه؟ عمل ايه؟ ما عمل اشي عملت ايه؟ والله. لما انا اللي بعمل مش هو. خد هذا شيء خدها دي حلال فيها والله والله حرام. فيها. غريبه ما حكيتش حاجه جت حسبنت علينا وخلاص. كنت بعمل نونو في الجزء ده. مش نونو ده اللي هو صح؟ كنت بعمل نونو في الجزيرة الوسطية ودعستني لاند كروزر. ادوله مايك واشطفوا المايك بعديه. ده بيعمل في اي حتة. هي مش مشكلة يعني اللي صار. يا عم قول مساء الخير الاول. مساء النور. انت داخل بشختك علينا. انا عايز اشرب وقرفت والله. لما نخلص ورقتك. هذا يا ست العزيز يا سيدي العزيز. هو بيتكلم عربي ده ولا عبري؟ والله عربي. ده عبري؟ انت بتضحكي على حاجات انت بس اللي سامعاها. اقسم بالله. هو قال يا ستي خليكي في حالك على قلبي زي العسل. رجاله مع بعضينا يا ستي. انت مالك؟ انا قول يا سيدي. انت مالك؟ احكي لي بقى يلا ايه خليها كده خليها كده. قول يا سيدي. يا سيدي كنا مروحين. خطيره والله العظيم. كنا مروحين من المدرسة أنا وأخوي قررنا نقطع الشارع. فقطعنا أول شارع وقفنا عند الجزيرة زحمنا قلنا نعمل نونو. فعملنا نونو. فأنا خلصت قبل أخويا قال لي كنتوا عاملين مسابقة؟ مش مسابقة بس نشرح لك إيه اللي صار. مش لازم التفاصيل. النونو احنا خلصنا نونو. أنا خلصت نونو قبل أخويا. خلاص عرفنا. تمام. عرفنا أنت شاطر قوي في النونو. عرفت واخوك قاعد جوه. عرفت ان انت مجرم. قطعت الشارع. قامت جت لاند كروزر وخبطتني. بس انت الحمد لله كنت بتعدي الشارع. لا انا ما عديتش. انا اتخبطت. كنت في النونو. انا اتخبطت في اللاند كروزر. المشكله انه ماما والناني قاعدين فوق على الفرندا بتطلعوا علي وماما ايش بتحكي ايه حرام هذا الهندي اندعس. اتري الهندي مين ابنها. انا مش فاهم حاجه. ما انا بشرح لك. انا صار عندي تراما من ورا اني اقطع الشارع. انت عندك تروما من تعديه الشارع 100%. لكن بتشوف في الشارع عادي. يعني كنا زحمانين شو بدنا نعمل؟ زحمان. اسمها زحمان. في الاردن اسمها زحمان. في مصر مزنوق عادي. زحمان حشران كله بزبط عندنا. زحمان وحشران. عايز افك لا يعمل في الجزيره انا بقول لك.
طب والحمد لله يعني عدت يعني دلوقتي في تروما من تعدية الشارع، نعم صحيح هو كذا، لكن بتعمل في الجزيرة عادي. يعني نوعا ما احيانا مش دائما. طيب معلش انا اسف والله، احنا نستفيد ايه من القصة الوسخة دي؟ مش انا عارف يعني بتساعدنا بتشجعنا نعمل في الشارع؟ يعني لا بس لازم بتساعدنا نعمل بسرعة عشان نعدي قبل ما اللاند كروزر تيجي. لا بكلمك ما تعملش حاجة دلوقتي. يا باشا حد يبص تحت الكرسي عنده. ما فيش. جهز نفسك هحتاجك قريب. او انت اسمك ايه؟ ايه؟ علي. ماشي يا علي هحتاجك. إلنا سنة إلا شهر متزوجين وسافرنا مرتين وراح نرجع نسافر كمان أسبوع وكمان سفرة بعد شهرين. ايه واخدة ابن بطوطة؟ بس أنا زعلانة كتير لأنه ولا مرة عزمني على ديت. فين البكحة؟ مين؟ انت كمان جايه سكرانه؟ ازيك عامله ايه؟ تمام. انت قريبة ايات؟ بكلم بجد. يا مينا ازيك؟ تمام، انت كيفك؟ انت شايفاني؟ ايه اللي حصل؟ احكي لنا. جوزك مسفرك 4 مرات السنه دي؟ السفر اشي حطه على جنب، وانه يطلعني ديت يحكي لي يلا البسي بدنا نطلع ديت انا وياك يعازمك اشي تاني. لكن السفر هو اللي بيسفرك. طيب ماشي. هو ايه اللي ماشي؟ بيسفرك والله. دي حاجة ودي حاجة يا مينا. رحتي فين؟ ايه؟ رحتي فين؟ سترزعك تايلاند في النص كده. تايلاند. تايلاند؟ بعدين دبي. والاسبوع الجاي على دهب. الاسبوع الجاي فين؟ دهب؟ دهب. والله عندنا عايزاه يوديكي ديت طلعها وصفرنا انا. والله ما عايز منك ديت، وديني تايلاند بس والله. اديني جوزك، ما تتكلميش معايا. اديني جوزك اديني. استاذة ايات، مش دي حلال فيها حسبي الله ونعم الوكيل ولا دي ما تجيش؟ دي تمام؟ تمام. يعطيك العافية مينا. لسه بالغ دلوقتي. بلغ دلوقتي. والمايك جاي. يعطيك العافية مينا. الله يعافيك. العيلة كلها سكرانة يا فندم ولا ايه؟ بيوزعوا عرق بره على الباب وهم داخلين، انا مش فاهم حاجة. تمام، ازاي حضرتك عامل ايه يا فندم؟ تمام الحمد لله. ما توديها ديت وسكتها. قبل امبارح وديتها. ادهاني. اقطع هدومي منكم. لا ما هو قبل امبارح وداني لان انا حكيت له شفت اولى. نرضي اهاليكوا ازاي؟ نرضيكوا ازاي؟ هو لحاله لازم يحكي لي يلا البسي بدنا نطلع. طب سدي ودانك. سدي ودانك. سدي ودانك واديني جوزك. ايوه يا مينا. يا عم اخرس بقى. ممكن توديها دي؟ ها؟ ممكن. تمام. تمام. عشان انا اتقنعت. وطلقها. ايه ده؟ انتوا عيله غريبه. حسبي الله ونعم الوكيل. دي حياة مينا. احكي لنشأة. نشأة مين؟ احكي لنشأة يحكي سوري، لأنها الكلمة الوحيدة يلي ما بيعرف ينطقها. يا نشأة ممكن تقول لها سوري وانت وديها ديت. وعلي شخ على الرصيف. كيفك مينا؟ أنا غلطت وحجزت إلي والأمي جنب بعض، ممكن تفرقنا؟ فين العق؟ فين؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟
المسرح لو بيولع مش هتجري الجاريه دي. انا اتخضيت. هاي مينا. اقعد بقى اقعد. اقعد والله اتخضيت والله. هاي مينا. هتستني بنضحك يا وليه. ماشي. ازيك؟ تمام الحمد لله. عامله ايه اخبارك؟ الحمد لله. انت جايه انت وماما؟ اه ماشي. ومالك فيه مش عايزه تقعدي جنب ماما ليه؟ اوكي، هلا ماما ما بتحب تطلع فحبيت اغير لها جو. من 2-3 انا حاجزت تيكتات. اليوم الصبح بتصحيني، يعني انا لسه نايمه، بتقول لي زينة الغي رحلتي. ايوه ما بدها تيجي عندك، ما بدها تيجي على الحفله. طب خلاص معلش اديني ماما. هاي مينا. كيفك خالته؟ منيحة. مبسوطه لغايه دلوقتي؟ مبسوطة. طب ما كنتيش عايزه تيجي ليه الصبح؟ مش عارفة. يعني خلاص غيرنا راينا؟ خلاص. مبسوطين؟ مبسوطين. ماشي. اقوم لك البت الكلبه دي من جنبك؟ ربنا يخليكم لبعض يا رب. نعم. قعد امك جنب امها مش واخد دين بالنا من الطرحه. كفيف جاك. جاك اخرس. في مرة كنا رايحين على حفلة راس السنة وكنا نستنى بالسيارة لحد ما الحفلة تبدأ، وكان صاحبي حشران كاتب ورقتين علوة. مرة واحدة قام من السيارة وشخ في الشارع. ما هو يا انت يا واحد صاحبك مش هتخرج براكو. لا ما هي الحفلة مش شخاخ كلها. كيف اخلي زوجي خاتم في صباعي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. علي نشامة ايه اللي انا وسطيهم دول؟ فين اللي كاتبت الورقه دي؟ مش هترد؟ ماشي. قلت لك كيف اخلي زوجي ختم في صباعي. كنا في عرس انا ويلي هلا زوجي. ماشي. في واحده صاحبته من اول ما شافتنا وهي تحاول تمسكه، اخر اشي بدها اياه يمسك ايدها عشان تنزل الدرج عشان الفستان. هاي هاي. يعني البدايات دايما حلوه. عادي اقول لك القصه. نعم. هاي الصاحبه من اول ما تعرفت عليه وهو يقول لي هاي اختي اوكي. هي بتبدا باخوات. قلت له ليه ما اخذتها لاختك؟ بتيجيني انا ليس ما علينا. كنا في عرس اوكي، والبنت من اول ما وصلنا العرس هي تحاول تعطيه هوج، تعطيها، احنا كاتبين كتابنا اوكي، بدها تسلم عليه. اجينا بدنا ننزل درج، اول مره مشيتها خليته يمسك ايدها. على المره الثانيه قلت لها انا عمال ابص تحت مستني الترجمه. قلت لها لا حبيبتي انا بمسك ايدك وبنزلك لا تخافي وبس انه يعني بس هو شايف الموضوع كتير عادي وهي اخته وانا بشوف الموضوع غلط كتير. ايوه معلش انا اسف. يعني مسك ايدها ونزلها ايه اللي هيحصل؟ انا هل هيروح بقى عليها صوابع ايد؟ لانه احنا بنعرف كيف البنات بيفكروا، هي حركه خباثه، هاي مش حركه كتير حلو جدا. يعني انت عارفه البنات بيفكروا ازاي. اكزاكت. طيب وهل بقى لما هو يجي يقول لك بلاش تلبسي الطقم ده عشان انا عارف الرجاله بتفكر ازاي، لا ما بيقدر بتسمعي كلامه؟ لا حسبي الله ونعم الوكيل. فيكي علي هروحك مبلولة ايات النهارده. انت طالبه بيره؟ والله مش برق ده، اصل دي ندهة جرسون. ايه يا حياتي؟ ايه؟ لا ما انا حمش والله. خطيرة انت.
طلبت من زوجي اروح نايت كلاب، قام نزل لي واحده روسيه على الترابيزه. الفرصه، الجون بيجي في لحظه. هو والله ابن لعيبه، والله مجرم خطير والله العظيم. فينه ماشي. مره كنت بحب واحد وبيحبني، وبالصدفه طلع بيحكي مع صاحبتي، وبس وصل الموضوع للخطبه طلعت صاحبتي بدل ما اطلع انا. ايه رايك في ايه؟ انا مش فاهم حاجه. هي فين؟ واللي بيسقفوا على ايه؟ هي فين؟ في واحد قاعد يقول لك ايه انت مبسوط انك هتسمع صوتها؟ تعالى افرجها لك، تعالى اوريها لك. انت كلب تبقى زي علي بالليل. بالراحه بقى، بالراحه وايدي عشان الكلام على قصص حزينه. مساء الخير يا مينا. ازيك يا الاء، عامله ايه؟ الحمد لله. بالراحه بقى. اوكي. اسمع القصة كتير منيح. قرب المايك بدل ما انزل ابلعهولك عشان هلا بدك تسمع قصتي عن جد، مش تضلك تضحكهم علي. لا مش هنضحك لأنه عليك. القصة صراحة ما حدش فينا اصلا هيسمع نبرة الصوت دي ويضحك. القصة مأثرة جواتي، مأثرة علي. مأثرة ايوه زي ما صوتك مأثر علينا كلنا. اوكي هيك سامعني؟ اكيد سامع صح؟ والله ما حد فينا سامعك، كلنا حاسينك. والله العظيم. اتفضلي يا فندم، اتفضلي، ربنا يعدي ورقتك كنت على خير. بحب واحد كتير وهو بيحبني. بعدين اكتشفت انه بحكي مع صاحبتي يا ابن الكلب وخانني. انتي؟ وجع قلبي كتير. انتي؟ وانا سويت حالي هبلة وما بعرف. ليش؟ احكي لنا. علشان لا ما تسكتيش. جاك على اخره. ايه ده انا عملت حالي هبلة. عشان خاطري اطلعي بره، عشان خاطري والله العظيم الحفله هتبوظ مننا والله العظيم. اتفضل. انت عملتي حالك هبله لما عرفت ان هو بيكلم صاحبتي. ليش؟ 900 واحد بيقولوا لك ليش؟ انا بدي اضحك عليه زي ما ضحك علي وضايقني. يعني انت عرفتي ان هو بيكلم صاحبتك فسكت؟ عشان ليش؟ عشان تجيبيه البيت. علشان اقدر انتقم منه. فجبته سمع يا ايات. لا يا مينا هيك بتزعلني. لا يا بابا ما عاش ولا كان اللي يزعلك. اوكي خلاص سوري. فانا شو عملت؟ جريته لعندي على البيت، خليته يطلبني، واتفقت مع صاحبتي واهلي وطلعت صاحبتي بدل ما اطلع انا. ده ابليس بيسقف لك. ايوه انت راسك معشه وتطير. انت شريره جدا والله. لا يا طب ما تسيبيه وخلاص. طب انت نسيت انه هو خانني؟ ما هو ما خانكيش، هو كان بيكلم صاحبتك. لا كلمها وعمل حاجات تانية. خلاص مش عايزين نعرف. مش قادرين على وانا بحبك كتير يا مينا. ما تغيريش الموضوع دلوقتي عشان انا مش حمل كلام زي ده. استني بس دلوقتي بتكلم بجد. في الخطبه انت ما طلعتيش وانت مطلعه صاحبتك؟ وهو كان ايه رد فعله؟ كتير انصدم وفضحته واهله تفوا عليه بنص وجهه. اتعاطفتوا دلوقتي. ده كان في رجاله اتحولت لاشلاء من شويه ما حدش فيكم اتكلم. وانا شحطته برات البيت قلت له اطلع برا يا خاين يا مقرف.
انا عاجبني ان الرجاله اللي بتسقف لي. يا رجاله في واحد مننا اتهزق يا رجاله. لانه مش كل اصابعك واحد، في رجال كتير كويسين وكتير مناح كتير لطيفين. هي مينا. ما ست شكرا، ماشي شكرا. طب سؤال يا الاء والله بتكلم جد. دلوقتي انت سنجل؟ سنجل. مواصفات فتى احلامك ايه؟ مينا. ماشي كل يوم بحضرك قبل ما انام والصبح، وبكل الايفنتس اللي بتجيهم باجي اول وحده. بس يلا طيب. لا مش مبسوط اكيد. احكي لي والله انت. طب انت مثلا دلوقتي هو انا مش عارف اغير الموضوع. انا اتوتر. صحتين يا مينا، صحتين. ما تتكلميش معايا. مطرح ما يسري يمري ويعمر يبني. الف صحه وهنا. انا عاجبني رياكشن اهلك. انت مش كنت رهوان من شويه، جيت هنا فرهدت قاعد لها. انت مثلا ايه الصفات اللي بتدوري عليها في الراجل؟ بيضحكني. ماشي. بيشبه مينا. ماشي شكرا. بيضحك كتير ويكون مصري مش اردني. دي جمل تعمل مشاكل في بين دول. طيب انت عايزه اكيد المصري عشان المصري دايما معروف ان هو بيعاكس ودمه خفيف. لا علشان دمه خفيف وبيضحكني. والله الود ودي. انا لو اتكلمت معاكي كلمتين كمان هبقى زي علي وهعمل على روحي اقسم بالله. جمهور الاردن الف شكر ليكم، اتبسطت جدا معاكم النهارده.